ازيكم عاملين ايه؟ هنرجع لفيديوهات كل سبت ان شاء الله. وقبل ما نبدا الفيديو ده عايزه اشكركم جدا جدا على الفيدباك اللذيذ قوي الان اكسبكتد على اخر فيديو انا نزلته. بجد انا قريت كل كومنت حتى لو انا ما ردتش عليه، بس من احلى الفيدباك اللي جات لي على اي فيديو انا نزلته في الفتره اللي فاتت. بصراحه الفيدباك بتاعكم على الفيديو اللي فات هو اللي خلاني اخرج بره الكومفورت زون بتاعي واتجرأ النهارده اتكلم معاكم اكتر. حسيت ان القصص البيرسونال بالنسبه لكم بتلمسكوا قوي، فعشان كده فيديو النهارده هو بسببكم انتوا اللي خليتوني اطلع بره القوقعه بتاعتي وابدا شويه اشارك بعض من الاسرار اللي عندي. وقبل اي حاجه الاكسبيرينس اللي انا هشاركها معاكم النهارده هي بدات تقريبا من سنتين، فعشان كده ممكن يكون النهارده عندي الجرأه اكتر ان انا اتكلم فيها. من حوالي سنتين بدا يجيلي مشاعر، وهقول لكم ان هما بقوا اكسترا قوي. المشاعر كانت عماله تزيد، كانت ممكن تكون مثلا في دماغي من ورا، وبعدين لا، من سنتين حسيت ان المشاعر دي بتزيد قوي. احساس ان انا تايهه، احساس ان انا حقيقي تعبانه بس مش قادره المس انا تعبانه من ايه. يعني تكنيكلي هو مفيش حاجه تعباني، بس انا حاسه ان انا من جوايا تعبانه، حاسه ان انا دماغي مسوحاني ودماغي شغاله طول الوقت، مش قادره اوقف تفكير، عماله ادخل في سيناريوهات يمين وسيناريوهات شمال وانا عايزه اوقف تفكير شويه ومش عارفه. اكتر وقت كان بالنسبه لي كان بيبقى صعب اللي هو انا داخله انام على السرير دماغي عماله تفكر في كل حاجه. اسوأ السيناريوز كنت بعيط على ابسط حاجه، ممكن حد يقول لي كلمه تلاقوني بعيط كاني انا ما بعيطش بسبب الكلمه دي، انا جوايا مشاعر فوق بعضها فوق بعضها والكلمه دي هي اللي فجرتني. فتلاقوني في الحاجات البسيطه بعيط قوي. كل المشاعر دي في كفه، وفي كفه تانية ان انتوا ممكن تحسوا او ان انا كنت بحس ان انا تمام، انا كويسه، انا بالتشيك ليست، انا الحمد لله عندي كل حاجه، بشتغل، حواليا ناس بيحبوني وبحبهم، علاقتي بالناس كويسه، الحمد لله صحتي كويسه. فتشيك ليست وايز انتوا الدنيا تمام بالنسبه لكم، بس مخكم وعقلكم لا، انا مش كويسه ومش قادره احط ايدي على حاجه. دي كانت بالنسبه لي من اهم العلامات اللي خلتني، وممكن اكون دي اول مره انا هقولها اوت لاود، ان انا رحت لدكتور نفسي. عشان على قد ما انا كنت بحس ان انا عندي وعي كبير قوي قوي بنفسي، انا عارفه مشاكلي فين، انا عارفه غلطاتي فين، انا عارفه انا بعمل ايه صح وبعمل ايه غلط. فلو انتوا كمان عندكم حاجه او حاجات من اللي انا قلت لكم ان هي كانت عندي او اللي انا مريت بيها، عايزه اقول لكم ان انتوا مش لوحدكم، وان احنا كتير قوي، وان احنا في ناس كتير قوي بتمر بده. وعايزه اقول لكم ان انا كنت دايما مقتنعه وشايفه نفسي انا مش محتاجه دكتور نفسي، انا مش محتاجه اتكلم مع حد. بالعكس، انا كنت فاكره ان انا اعرف احل كل حاجه لوحدي. دايما كنت ببنج نفسي، اقول فتره وهتعدي، الاوقات الصعبه كلها بتعدي. وعلى فكره هو ده حقيقه، الفترات الصعبه بتعدي وكل حاجه بتعدي. ودايما يقول ان اكبر الفاكتس اللي احنا عايشينها في الدنيا ان دوام الحال من المحال. انت النهارده مبسوطه، الحالك ده مش هيفضل دايم على طول، انت بكره هتزعلي، بعده هتتبسطي، بعده هتتعصبي، فهو دوام الحال من المحال. فاحنا عمرنا ما هنفضل على نفس الحال ابدا، وهو فعلا كل حاجه بتعدي وكل الاوضاع متغيره. بس اللي انا في الاخر كنت عايزه اوصل له ان انا عايزه اعدي ده بدون ضرر، بدون ما اتاذي نفسيا، من غير ما اكون زعلانه. بحاول ان انا، ما هو انا كده كده هعدي، طب ليه ما اعديش وانا فاهمه عن نفسي اكتر، اعدي باقل ضرر، باقل تدمير لنفسيتي، اعدي وانا بتعلم حاجه من الموقف اللي انا عديت بيه. هو ده فكره الثيرابي عامه. انا مش عايزه ادخل في تفاصيل، بس هقول لكم بشكل سريع قوي الفرق ما بين الدكتور او الطبيب النفسي والمعالج النفسي. الدكتور النفسي هو خريج طب بشري قسم علاج نفسي، والمعالج النفسي بيبقى خريج علم نفس او واخد كورسز في حتت معينه. انا مش ببقى عارفه الصراحه ايه المؤهلات، بس الفرق ان الدكتور بيشخص، هيديكوا تشخيص، وممكن لو حد محتاج علاج، انا مش بتكلم في حاجه دلوقتي انا مع ولا ضد وعايزه ده ولا عايزه ده واروح لمين فيهم وكده، بس بتكلم ان الدكتور النفسي بيقدر ان هو يديكوا علاج وبيشخص الحاله. زي ما حد يجي مثلا يقول له انت عندك اكتئاب، انت عندك ADHD، في دايجنوزز طبي بيطلع، ولو انت محتاج علاج هو بيبقى مسؤول انه يكتب لك روشته علاجيه. اما المعالج النفسي هو يقدر ان هو يساعدك ان احنا يعني زي ما تقولوا كده ايه، نهدي الدنيا، نسهل الدنيا، يديك شويه تمرينات تمشي عليها، يساعدك انك تفهم تفكيرك اكتر، يساعدك ان انت تفهم نفسك وتفهم الدنيا اكتر وتبقى اوير اكتر بالمواقف اللي انت بتمر بيها. هنرجع بقى للحته بتاعت انا كنت شايفه ان انا اعرف احل كل حاجه في حياتي. انا مش مريضه نفسيه، وكنت يعني عندي مشكله اللي هو انا مش تعبانه نفسيا، يعني انا كويسه في ايه، ما هو انا زي الفل. فانا مش مريضه نفسيه، فبالتالي انا مش هعترف
ان انا عندي مشكله واتجرأ واروح لحد واتكلم معاه. ودخلت بقى في حته دينيه قوي، ودي بالنسبه لي ماما عشان انا برضو الحته الايمانيه وربنا وكده عندي بتطلع ان ايه الاء مالك، انت لازم تبقي راضيه، ربنا حطك في موقف خليكي راضيه. وبعد تفكير كتير اكتشفت ان الرضا مش عكس ان انا اروح لدكتور نفسي واشتكي او اروح لمعالج نفسي واشتكي. مش ده مش معناه ان انا مش راضيه، انا راضيه وبقول الحمد لله على الوضع اللي انا فيه، بس لو في حاجه في ايدي انا هقدر اعملها. فكره ان انا كنت بشوف نفسي لا، انت ما تفكريش وما تسحليش نفسك في الحته دي، انت لازم تبقي راضيه عن حياتك وما تسمحيش ان الشيطان يدخل لك انك تقعدي تشتكي وتقعدي تتكلمي. بس بالعكس اكتشفت ان اصلا هو ده سعي، انت بتسعي عشان تتحسني، انت بتسعي عشان عايزه تبقي شخص احسن، انت بتسعي عشان عايزه ابقى احسن فيرجن من نفسي. ففكره اللي هو لا انا مش هروح لدكتور نفسي ولا هتكلم مع حد عشان انا كده معناها ان انا مش راضيه عن حياتي، لا ده حاجه وده حاجه. لما الواحد سنانه بتوجعه، بما اني يعني دكتوره اسنان، لما اسنانكم بتوجعكم بتروحوا لدكتور السنان، ده مش معناه ان انتم مش راضيين عن ان ربنا جاب لكم مرض. لو حد برضو كان عنده الحته دي حبيت الفت نظركم ليها. كنت دايما الصراحه بفكر وبقول العلاج النفسي غالي، وانا لو معايا دلوقتي فلوس انا مش هروح والكوميكس عارفين اللي بتطلع على فيسبوك وكده، اللي هو انا لو معايا 1000 جنيه مش هدفعهم في سيشن ثيرابي، ده انا بال1000 جنيه دول اروح اكل ومودي هيتغير، او اروح اعمل شوبينج ومودي هيتغير. انا متفقه وعارفه ان الثيرابي غالي، وعارفه انه ممكن يكون خارج البادجت بتاعت ناس كتير مش قليله، وانا ات بوينت كان بالنسبه لي الموضوع لا هو هيبقى صعب. بس صدقوني من احسن الانفستمنتس والاستثمار في نفسكم اللي هتعملوه، من احسن الاستثمارات اللي انتوا هتقدموها لنفسكم، اللي انتوا هتشتغلوا فيها على نفسكم وهتعود عليكم. والله يا جماعه كل مره كان بيبقى عندي سيشن كنت باجي كده اللي هو ادفع الفلوس، كنت حتى افكر اللي هو طب مش الفلوس دي كنت ممكن اعمل بيها حاجه تانية، وبعدين افكر اقول لا بصي يا الاء ده استثمار في نفسك، انت بتشتغلي على نفسك، انت بتمنعي نفسك من ان يحصل لك مشاكل تانية تضطري ليتر اون ان انت تدفعي فلوس بسبب انك بقى خلاص بقى هتتدمري، فهيبقى غصب عنك مش بمزاجك. فهي زي ما تقولوا كده من الهاي مينتننس ثينجز، اللي هو احنا بنروح نعمل ضوافرنا، بتروحي تعملي شعرك، بتروحي كل فتره مثلا لدكتور الجلديه يظبط لك وشك وكده، فدي one of those things اللي هي high maintenance things، او الحاجات اللي انا بعملها فبستثمر في نفسي. كان في جزء مني بحس ان هو خايف ان انا اسلط الضوء على مشاكلي. عارفين لما تحسوا ان انا كنت لابسه نظاره كده، انا مش عايزه اشوف مشاكلي، انا عارفاها بس مش عايزه اشوفها، مش عايزه اسلط الضوء عليها، مش عايزه اركز عليها، مش عايزه اعرف كده وحد يبصم لي او حد خارجي يقول لي انت عندك مشكله كذا. عارفين ساعات كتير بنبقى قاعدين مع اهالينا بيجوا لنا لما في وسط خناقه او اي حاجه which is حاجه بتحصل عادي يعني في كل البيوت، انت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت مشكلتك انك دايما عايزه كذا، وانت ما بتستحمليش، وانت ما بتعمليش، وانت فتلاقوا نفسكم في لحظه اللي هو يعني يا ارض انشقي وبلعيني، انا مش قادره اسمع حاجه، مع ان من جواكم انتوا عارفين ان الكلام ده صح، بس اللي هو لا اسكتوا انا مش عايزه اسمع. فانا كنت حاسه في وقت من الاوقات ان هو ده اللي انا مش هقدر عليه، انا مش هقدر ان حد يسلط الضوء على المشاكل اللي عندي، انا مش هقدر ان حد يقول لي انت غلطانه وبتعملي غلط 1 2 3، مش قادره ان حد يقول لي انت مشكلتك كذا فانت اللي محتاجه شغل عليها عشان انت تبقي كويس. كنت في حته مني ساعات بلوم الظروف وبقول فتره صعبه والظروف اللي حواليا صعبه والشغل صعب وربنا حاطيني في موقف معين، بس عارفين تحسوا اللي هو الافرت النفسي ان انا ابقى كويسه انا ما كنتش قادره احطه، ما كنتش عارفه اعمله. فعشان كده خلاص انا هقفل، انا عارفه هتجنب الموضوع اصلا من الاول، انا مش هوصل حد يقول لي مشاكلي وانا ابدا افكر طب اعمل ايه، لا انا قافله الباب تماما وعايزه اغمض عيني عن المشاكل دي ومش عايزه اي حاجه تسلط الضوء عليها. وكل ده ليه؟ عشان انا كنت شايفه ان انا اضعف من ان انا حلو، وده باي ذا واي يعني طلع غلط تماما. واحنا كلنا ربنا خلقنا اقوياء جدا وجوانا امكانيات وقوه تقدر تغير اي حاجه لو احنا عايزين نغير نفسنا. في حاجه تانية برضو صراحه كنت شايله همها قوي 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 قبل ما اخد خطوه ان انا اتكلم مع حد، هو اقول ايه لاهلي وصحابي. اوكي لحد النهارده اهلي تقريبا ما يعرفوش، لو حد شاف الفيديو ده هيعرف من الفيديو، بس عشان انا لحد النهارده اضعف من ان انا اروح اواجه حد، بروح اقول له كده فيس تو فيس انا رحت للدكتور نفسي. ممكن اكون مع الكاميرا يعني حاسه ان مش عارفه في حد هيشوف الفيديو ولا لا، مش عارفه الناس هتتفرج عليه ولا لا، بس كنت حاسه نفسي ان انا اضعف من ان انا اتكلم مع مامتي مع بابايا مع حد من اخواتي لهم انا رحت للدكتور نفسي. فبالتالي حسيت ان دي كانت بالنسبه لي مشكله، وهقول لهم ازاي؟ طب هعمل ايه؟ سربرايزنجلي ما تقولوش. لو انتوا حاسين ان انتوا عايزين تروحوا بس انتوا خايفين حد يقول لكم اللي هو كلمه، او ان حتى حد بعد كده يسالكم ها عملتي ايه او اي حاجه، ما تقولوش وما تتكلموش. طبيعي ان ممكن تحسوا انكم مكسوفين، انا مش بقول ان العلاج النفسي هي حاجه
تكسف او ان هي حاجه عيب. كل واحد ليه البرايفسي بتاعته، الخصوصيه بتاعته، ان هو في وقت ممكن يكون حاسس انا مش قادره اتكلم واقول ده دلوقتي، ومش قادره ان انا اعلن ده للناس اللي حواليا دلوقتي. ممكن في وقت تلاقوا نفسكم زي ما انا قررت ان انا هفتح الكاميرا وهتكلم معاكم، في وقت ممكن تقرروا اللي هو لا انا عندي الامكانيه دلوقتي ان انا اتكلم في الموضوع. ممكن عندك الامكانيه تتكلمي مع اكس بس مش عايزه تتكلمي مع واي، انت حره، فبراحتك تماما. وما تضغطيش على نفسك في الحته دي ان عشان انت رحتي لحد انت لازم تطلعي تتكلمي. وافتكروا دايما ان العلاج النفسي مش للناس الضعيفه خالص. ده مش معناه ان انت مريضه نفسيه عشان رايحه تتعالجي، وده مش معناه ان انت ضعيفه قوي وان انت مكسوره وان انت مغلوبه على امرك، لا خالص. بالعكس، هو العلاج النفسي للناس الاقوياء اللي قررت ان هي تواجه مشاكلها ايا كان نوع المشاكل دي ايه، ايا كان اللحظه اللي انت قررتي فيها ان انت you would do anything it takes عشان تحسني من نفسك، عشان تشتغلي على مشاكلك. اعرفي انك بني ادمه قويه جدا 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 فوق ما تتصوري. فاوعي تحطي في دماغك ولا الفكره الكليشيه بتاعت ان اللي بيروح لدكتور نفسي او ان اللي بيبقى عايز يخوض تجربه العلاج النفسي ان هو بني ادم ضعيف. بالعكس، هو بني ادم قوي جدا، قرر ان هو يخرج من منطقه الراحه بتاعته، يواجه مشاكله مع حد تاني متخصص يعرف يفك له دماغه، يعرف زي ما دماغه كده بتبقى بازل في بعضها، يحط 1 2 3 حد متخصص يديكوا تدريبات وتديكوا تمارين ان انتوا تمشوا عليها عشان تحسنوا من نفسكم، عشان تحاولوا تحلوا مشاكلكم، عشان توصلوا لحته احسن. فانتي مش واحده ضعيفه ابدا، وعمر ما دي حاجه تيجي في بالك. هل انا دلوقتي جايه اقول لكم انا بقيت احسن، انا بقيت زي الفل، انا كويسه جدا، انا ما عنديش مشاكل؟ ابدا. انا جايه اتكلم معاكم واقول لكل حد، عشان في وقت من الاوقات كنت ببقى عايزه حد يجي يقول لي الكلام ده. كل واحده او كل واحد حاسس ان هو غرقان في افكاره، تعبان، عنده شويه حتى من الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها، عايزه اطمنكم واقول لكم ان انتوا اتجرؤوا وروحوا خدوا اول خطوه. صدقوني اول خطوه بتبقى هي الصعبه. انا فاكره ان انا في اول سيشن خالص كنت لقيت نفسي اوتوماتيك بعيط، وكانت بتسالني عن سبيسيفيك توبيك، قلت لها لا انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. قالت لي خلاص لما تبقي قادره هنبقى نتكلم فيه بعدين. ولقيت نفسي مش عارفه امسك دموعي من العياط. لقيت ان الدكتوره اللي كانت بتتكلم معايا هي بتبوينت اوت حاجات جوايا انا شخصيا ما كنتش عارفه انها موجوده. هي بترتب لي حاجات في دماغي انا ما كنتش اتخيل ان هي موجوده. هي رتبت لي حاجات مش بس ليها علاقه بيا، حاجات ليها علاقه باهلي وبصحابي وبالناس اللي حواليا وبعلاقاتي. انا ما كنتش شايفه الدنيا بالشكل ده. انا جايه بجد اطمنكم واقول لكم ان انتوا روحوا خدوا الخطوه، اتجرأوا على الخطوه، وصدقوني بتبقى هي بس الخطوه الاولانيه، وكل حاجه في اولها بتبقى صعبه، بعدين الموضوع هيبقى اسهل وايسر بكتير، ومش هتندموا ابدا على الخطوه دي. وما تتوقعوش ان انتوا هتلاقوا نتيجه او افكت كويس من اول سيشن. الموضوع it takes time، كذا سيشن عشان نبدا حتى على الاقل انت والمعالج النفسي نبدا نبني مع بعض طوبه على طوبه، يبدا يفهمك وانت تفهميه وتفهمي التكنيك بتاعه، وانت قبل اي حاجه تفهمي نفسك. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم يوم السبت الجاي. ولو اي حد عنده اي توبيك او اي موضوع او اي سؤال حابب ان انا اتكلم فيه سيبوهولي في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.